رسالة النهاردة من ديلي إنسايد بتقول: التشافي له ضريبة، ومش دايما بنحب نعترف بده. احنا بنتصور إنه لما نبقى أحسن كل حاجة حوالينا هتبقى أسهل، بس الحقيقة إنه في ناس مش بتكمل معانا الطريق. ليه؟ لأن النسخة اللي كانت بتسكت تستحمل تحدي دي كانت مريحة للكل ما عدا نفسها. أول ما نبدأ نحط حدود ونطلب مساحة، الناس اللي اتعودت تاخد من غير ما تدي بتحس إنه في حاجة اتكسرت، مش لأنك وحشة لكن لأنك ما بقيتيش متاحة زي الأول. في ناس كانت علاقتها بينا بتعتمد بس على تعبنا، على إننا نسمع أكتر ما نتسمع، ندي أكتر ما ناخد، نسكت أكتر ما نتكلم. التشافي بيكشف العلاقات دي كلها، يخليك تشوف مين اللي كان بيحبك ومين كان بيحب النسخة المتعبة منك، وده وجع لوحده. لأن الخسارة هنا مش أشخاص وبس، الخسارة فكرة إني لو بقيتي أحسن الكل هيفضل. ضريبة التشافي كمان إنك تحسي بالوحدة شوية، لأنك مش شبه النسخة القديمة ولسه ما وصلتيش للنسخة الجديدة، فبتبقي في نص الطريق بتحسي إنك غريبة مش فاهمة نفسك. بس المرحلة دي بتبقى مؤقتة، ومهم إنك تعرفي تعتمدي على نفسك، تسمعي صوتك وتحترمي احتياجاتك. في ناس هتيجي تقولك انت اتغيرتي، ده غالبا حقيقي، بس التغيير مش خيانة، التغيير نمو. انت ما اتغيرتيش علشان تبقي أصعب، انت اتغيرتي علشان تبقي صادقة مع نفسك. مش كل اللي يمشي خسارة، في ناس وجودها كان درس مش إقامة دايمة. التشافي مش معناه إنك تبقي قاسية على نفسك ولا إنك تقفلي قلبك، التشافي إنك تبقي أحن على نفسك حتى لو ده خلى الناس تبعد. اللي هيكمل معاكي هو اللي هيقدر النسخة اللي ما بتوجعش نفسها علشان ترضي غيرها. لو انتي سامعة الكلام ده وحاسة بالذنب علشان الناس بعدت، افتكري إنك ما تخليتيش عن حد، انتي بس بطلتي تتخلي عن نفسك. اكتبولي في الكومنتات ايه أكتر حاجة خسرتيها في رحلة التعافي، لأنه فعلا تستاهل. التشافي يستاهل حتى لو كان له تمن.